بالتأكيد برغم غياب الجماهير فإنها مباراة لها أهميتها، وعلى ذلك فإننا ننتظر ربما إثارة كبيرة في مباراة اليوم. من المتوقع ذلك. تشكيلة الفريقين في هذا اللقاء: الهلال صاحب الأرض من غير جمهور في هذا المساء يلعب بخالد شراحيلي، كواك، ديغاو، جحفلي، ياسر الشهراني، محمد البريك. في على مستوى الدفاع في وسط الملعب: سلمان الفرج، كارلوس إدواردو، سالم الدوسري، خالد كعبي، وإلتون الميدا. قائمة الزعيم في مباراة اليوم. في المقابل الأخوية يلعب بتشكيلة معتادة مع بعض الغيابات البارزة كفلاديمير فايزر فيما يتعلق بتشكيلة الفريق الأحمر في مباراة الليلة. التأثر ربما، ولكن بالتأكيد أن عندهم قدرة على التعامل. كرة باتجاه إدواردو في مكان خطير لمصلحة الأخوية عن طريق إنام تايهي، النجم الكوري الجنوبي، يلعب كرة عرضية ولكنها عند خالد شراحيلي على مرة. كرة تعود مرة أخرى، العودة لتراوري، مفتاح ضغط عالي من جانب كعبي. كرة تعود إلى كلود أمين، الميدي يحاول الضغط. أمين هلالية، إلتون الميدا، هدف هلالي. ماذا فعلت يا أمين في هذه اللقطة؟ لم تكن أمين، الميدا خطفها، الميدا في الشباك سجلها. الهلال يتقدم، مهاجم يشم رائحة الأهداف. ماذا فعلت يا كلود؟ لم تسمع لما قلت قبل دقائق أن الخطة فيها فادحة وثمنها غالي يا كلود. ممتازة من جانب الميدا، ربما تشعر أنه أو يتحدث البعض عدم جهد كبير عند اللاعب ومهارة عند المهاجم، لكن هذا الضغط العالي من جانب الميدا ينجح من خلاله في الوصول إلى هدف. المترشح نحو الوصول إلى أدوار متقدمة والوصول إلى المباراة النهائية. فريق عربي آخر هو الأهلي الإماراتي، هاف وقاتل من جانب سلمان فرج، خطيرة باتجاه إنام تايهي والأمسف لمصلحة الأخوية التعادل. المساكني غلطة من سلمان الفرج، عفوة من سلمان الفرج تقدم هدية للمساكني، هدية المساكني من جانب إنام تايهي اللي اخترق الدفاع. أكثر لاعب مرر كرات صحيحة في هذه البطولة. الهفوة القاتلة في مباراة اليوم: سعود كريري لا يتواجد، سلمان الفرج المعروف بإمكانياته الهجومية العالية، ولكن على مستوى الدفاع لم يكن على ما يرام في اللقطة الماضية. شوف الكرة كانت عادية في وسط الملعب، ضغط جماعي 3 لاعبين، كرة افتكت من سلمان الفرج، نام تاهي مهارة في التمرير، والمساكني وضعها بشكل جيد جدا. سجل الأخوية هدف التعادل هادي جدا على مستوى الهجوم للهلال. انطلاقه في جهه اليمين، البريك يحاول بحث كره عرضيه تصل باتجاه ادواردو. الميدا ضيع، الهلاليه تصل الى سالم دوسري، يبحث عن كره عرضيه. الميدا في الاستقبال في البحث عن تمرير كره تصل باتجاه البريك في مكان خطير وتسديده لكنها تصدم بعد ذلك وتعود. كعبي، جحفلي، سالم في اقصى جهه اليسار، تغطيه والتدخل، ضغط هلالي في هذه الاثناء. كره تصل الى كريم شهراني معاه، تصل بعد ذلك ديغاو، جميله لياسر شهراني، يلعب الكره عرضيه خطيره للميدا. وقف على الملعب بشكل جيد، انتشار جيد بالنسبه للاخويه يجعل الهلال غير قادر على ايجاد حلول. تعود الكره بعد ذلك الى الفرج، سلمان خاطئه من سلمان الفرج تصل الى نام تايهي. ضاعت بالاخويه. سلمان الفرج يقدم هدايا ليس لمهاجم الهلال كما جرت العاده دونيس، ولكنها للاخويه. ما رايك دونيس؟ كيف تعلق على ضغط 3 لاعبين من الاخويه على سلمان الفرج الذي اراد ان يتفلسف بمهارته، اراد ان يستعرض مهارته في اصعب مكان ممكن ان تعبث به في مناطق الهلال. خطيره الكره، عادت مره اخرى هلاليه خطيره، سالم وكعبي التقدم من جديد. الزعيم هدف لكعبي، هرب كعبي، راح كعبي، وبعد ذلك سالم حطها له يا كعبي
في المرمى، حطها له يا كعبي. غنوها الهلاليين وسجلها خالد، والهلال يتقدم بالهدف الثاني. هفوة قاتلة أخرى، وإلى كعبي في الدقائق الماضية مر كالزئبق من بينهم دون أن يروح، وكان سريعا وكان خطيرا وكان مهاريا، ونجح في استغلال كرة. شوف بالسرعة، يا لسرعة كعبي ويا لمهارته وتحركه الجميل، ونهاية الهجمة كانت بشكل جميل. طالما دخلت إلى المرمى وين اصطدمت في القائم وساعدك، فأهلا بك يا زعيم أيها الأسمر الجميل، أهلا بك يا خالد كعبي. ويريد أن يصل بعد ذلك. وعلى أي حال في مثل هذه المواقف تنتظر يا هلالي، لكن لا تسمعها اليوم، تردد في أماكنهم، في بيوتهم، في مجالسهم. جميلة من سالم الدوسري، شهراني وكورة والثالث يا إدواردو. هذا اللي يقولها اليوم. يا هلالي، هدف ثاني ثالث للزعيم، ثلثوها الزعيم وفعلها مرة أخرى. إدواردو، وين إدواردو؟ إدواردو نام في المباراة، والله على سالم مر الشهراني، وإدواردو وضعها بالشباك. جميلة من ياسر، جميلة من سالم، جميلة وجميلة وجميلة من إدواردو. الرقم 3، الهلال 3. ليلة زعيم مع أروع ليالي الزعيم، ليلة من ليالي الهلال الجميلة التي يقدمون فيها أداء رائع جدا، ينتصرون في الجماهير في العادة، ولكن ليس كذلك في مباراة اليوم. خالد شراحيلي يلعب كرة للأمام، برودة أعصابك، لو كان فيها خطأ لن يرحمك الجمهور. إدواردو صافرة حكم المباراة. تنهي أحداث الشوط الأول بتقدم مستحق للهلال على الأخوية، 3 أهداف مقابل هدف. الذي يعرف جيدا تفاصيل هذا الملعب وقد فاز به أو قد فاز فيه بلقب الدوري السعودي مع النصر المرة الأولى منذ سنوات طويلة. يتحدث عن كرينيو. سلمان الفرج أكثر من تحدث مع دونيس على ما يبدو بين الشوطين. كرة للأمام، سالم طارت عليه بعيد. لينا أرادها وانتو بحاجة تياب. كرة تصل مرة أخرى، لكن يعولون كثيرا على إدواردو. كرة ممتازة للأمام في مكان خطير باتجاه كعبي، وعرضية جميلة من جانب كعبي، ولكن الدفاع يتدخل. ممتازة من كلود أمين. كلود أمين ردة فعل ممتازة لكرة في منتهى الخطورة. الله على محمد في الجهة اليمنى. البريك وكعبي ثنائي. كرة تصل في وسط الملعب إلى كعبي، تحرك هلالي سالم، تمرير على جهة اليمين. إدواردو تركها للبريك في مكان خطير، البحث عن كرة عرضية. البريك عدى بشكل جميل، ثم كرة عرضية أجمل، وإدواردو وسالم بكرة. يا إلهي، جميلة من جانب إدواردو، لكن الدفاع تدخل. وفي الثانية كلود أمين منع سالم الفرصة الهلالية الخطيرة اللي ضاعت على مرتين. عرضية البريك بشكل جميل جدا بالقدم اليسرى، أخذها باليمنى ولعب الكرة العرضية باليسرى بشكل رائع جدا. واحد ظهر بشكل جيد في مباراة اليوم. نواف العابد القادم في تشكيلة الهلال. مرة أخرى رأسية خاطئة يستقبلها بشكل جميل سلمان الفرج، لمسة لسالم في مكان خطير، ولكنها بعيدة من سالم الدوسري، وبعد ذلك ضربة مرمى سددها سالم ولكنها بعيدة عن المرمى. كان بالإمكان التعامل مع الكرة بشكل أفضل على مرمى كلود أمين. إعادة الكرة، التسديدة التي جاءت بعيدة. نعرف أهمية مباراة اليوم وأهمية الفوز. بدأ وكأن الكرة صدمت في أحد اللاعبين بالفعل. ركنية هلالية، ركنية لإدواردو، جحفلي، كواك، ديغاو يتقدمون مع الكرة. محاولة هلالية لمصلحة إدواردو، الركنية لمصلحة الزعيم، وانتظار حكم المباراة يوقف اللعب الآن. حدث مع أحمد السيد. صراع مع كواك في الكرة الماضية. الركنية الثالثة الهلال في مباراة اليوم. كرة عرضية، محاولة، ولكنها بعد ذلك تغطية وتدخل تصل إلى سالم الدوسري في الجهة اليسرى. يحاول مرور سالم، يلعب كرة عرضية في مكان خطير بالراس.
هلالية خطيرة ضاعت من ديكاو، كانت قريبة جدا من مرمى الأخوية. عرضية ممتازة من جانب سالم الدوسري، شوف الارتقاء من ديكاو بالراس لكنها عدت. مناطق فريقه استعيدها سلمان، ممتازة بالصدر، جميلة من جانب سالم الدوسري، استقبال رائع من سالم على جهة اليسار. سالم يحاول، سالم يمر، سالم عدى بالكرة والميدة ونواف. يا إلهي، الله يا نواف، جميلة من سالم الدوسري، عودة إلى نواف بالقدم اليمنى على تشيكو فلوريس. الله على تشيكو فلوريس، أرادها تبقى عند 3 وأراد أن يبقي أو خارج منطقة الجزاء. إدواردو سيضطر لكرة عرضية لكنها تبعد من جانب الدفاع، تصل باتجاه سالم، استقبال مثالي، سالم خلفية عرضية، دفاع يتدخل إلى ركنية هلالية. ضغط هلالي في هذه الأثناء، البحث عن الرابع، تتويج مجهوداتهم في مباراة اليوم. الشوط الثاني بالذات الهلال يملك زمام الأمور والسيطرة على كل شيء. إدواردو ركنية أخرى تنفذ، هي السادسة، محاولة رأسية. عندك لودمين يصل الكرة وطويلة بعد ذلك خلف المدافع، خطيرة لكن ياسر الشاراني خلصها إلى ركنية. أعطيني الإعادة. لماذا احتج الهلاليين كثيرا وجنب جنونهم على أرضية ملعب المباراة؟ هل ثمة لمسة يد في الكرة الماضية؟ بن ويليامز لم يحتسب شيء. احتجاجات من جانب الفريق الهلالي، لكن هذا دور الإطار الفني، لا يفترض عليهم أن يكون لهم احتجاج كبير والتأثير على اللاعبين بعد ذلك. من الأشياء التقديرية لحكم المباراة اعتبرها بدون أو اعتبرها غير متعمدة. ديامي تراوري بصراحة عند بعض الحكام هذه اللقطة بركلة جزاء. عرضية، محاولة بالرأس بعيدة، ضربة مرمى. هذه اللقطة الأخرى، هذه اللقطة مرة أخرى، لمسة اليد كانت موجودة على ديامي تراوري طبعا. إدواردو، كرة ثابتة هلالية، محاولة عرضية بالراس وديكار معه صافرة، تسلل، اغتيال فرحة يا ديكاو. الحكم المساعد أشار إلى وجود حالة تسلل على كرة جحفلي الأولى اللي كان بالإمكان استغلالها بشكل أفضل بدون رقابة من المدافعين. شوف هاللقطة مرة أخرى، جحفلي وحيدا. ديكاو لم يكن متسللا على ما أظن. سنشاهد إعادة أخرى لكرة ديكاو اللي انطلق كالمجنون فرحا واحتج كثيرا على حكم مساعد على هدف كان موجود. هذا التدخل سيجب احتساب بطاقة صفراء. نعم، تدخل على سالم الدوسري، شوية هدوء، الروح الرياضية فوق كل اعتبار. لقاء أحبة إخوان بغض النظر عن نتيجة مباراة اليوم وبغض النظر عن أهميتها. سلمان الفرج يتحدث مع حكم المباراة إنه اللاعب قام بالضرب المتعمد، لكن الحكم يكافئ سلمان بأنه يحصل على بطاقة صفراء لم تكن مستحقة، قاسية على سلمان بصراحة، لأنه يتحدث مع حكم المباراة بشكل لبق لما يشاهد يتهجف على الحكم. على أي حال بالسلامة إن شاء الله، اللاعب الواقع على الأرض سلامة إن شاء الله. عادي تحت المباريات يعني الالتحامات المشاهدة، لكن بصراحة كان في ضرب واضح من جانب اللاعب 14 محمد تريزور. ضرب كان واضح في اللقطة الماضية، حتى يوسف المساكني نظرة عيونه كانت توضح انه لحساب تريزور. فيصل درويش، سلامة ان شاء الله سالم. باتجاه نواف العابد، طويلة خلف المدافعين، تحرك ممتاز من جانب فيصل درويش في مكان خطير. فيصل يحاول المرور، يحافظ على كرته. درويش للوراء، ممتازة لإدواردو مر، تحرك من جانب ياسر الشاراني، لمسة ذكية لدرويش، البحث عن كرة عرضية. درويش مر وعرضية بالراس يا إدواردو. 4 يا سعيد، جميلة يا سعيد. الله يا درويش، والله يا إدواردو. الرابع على الهلال، جميلة الكرة من فيصل درويش وراس إدواردو. هدف رابع للهلال، هدف رابع للزعيم
فوق السمعاني يا محقق امالي، جمهورهم في البيت سعيد برباعيه وهم بعيدين. المدرجات كانت شاهده على الانتصار. الاربعه يا معلم، الاربعه. هلال ينتصر بنتيجه ممتازه في مباراه الذهاب تجعله يقطع 55% من مشوار التاهل الى الدور نصف نهائي. فرج نعم تايهي على تنفيذ كره ثابته لاخويا. الفريق القطري يحاول تحسين نتيجة مباراة اليوم مساعدته في مباراة العودة. نعم تاهي يلعب كرة عرضية شرحيلي مضغوط على الشلهوب، لكن الكرة تبقى لمصلحة فريق الاخوية. تغطية وتدخل من جانب جحفلي. سلمان الفرج، نواف العابد، درويش، الميدة، شلهوب. صافرة الحكم نهاية المباراة. هل نقول هيا بنا إلى نصف النهائي؟ ليس بعد. الهلال يحسم الأمور في مباراة الذهاب 4-1، وعلينا انتظار ما يمكن أن يحدث في مباراة العودة في الدوحة. شكرا لمتابعتكم سيداتي وسادتي هذه الأمسية الكروية الآسيوية الخليجية الممتعة التي انتهت بتفوق مستحق الهلال السعودي على الأخوية القطري بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء. أتحول بالكلمة الآن للزميل العزيز محمد سعد الكوري.